يلا بقى نعمل الصوص التشيلي اويل او الزيت الحار، من ألذ الصوصات اللي بنحطها على اي اكله، بتوديها في حته تانية خالص، بالذات الناس اللي بتحب الاكل السبايسي. التشيلي اويل من الصوصات اللي دايما نلاقيها في الوصفات الكوري او الصيني، ومش عارفين هي بتتعمل ازاي برغم ان هي ابسط من البساطه يعني. 4 معالق كبار شطه اللي هو الفلفل الجاف الحار، ومعلقتين بابريكا، ومعلقه سمسم ابيض غير محمص، ونص معلقه ملح، ونص معلقه سكر، و10 فصوص توم مجروش، يعني ولا هو ناعم قوي ولا هو خشن، زي ما تحبوا. وبصلايه واحده بس خضره متقطعه. واستخدمت 1.5 كوباية من الزيت عباد الشمس، وحطيتها على النار لحد ما سخنت يعني انقدحت يعني. وبعد كده نزلت ببصلايه صغيره بصل احمر لحد ما تاخد لون ذهبي خفيف كده. وبعد كده بحطها على الخليط اللي انا عملته ده وهو لسه سخن، علشان السمسم وباقي المكونات يندمجوا مع الزيت ويدوا طعم. وبعد كده نزلت بمعلقه واحده بس خل، ونص معلقه صويا صوص غامق، ولو عندكم صويا صوص الفاتح حطوا معلقه كبيره. وبكده عملنا التشيري اويل، وبالهنا والشفا. وما تنسوش تعملوا لايك وشير في قناه مريم مصطفى، وسلام.